السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناتي انا واخواتي. النهاردة مع بعض هنعمل الكرشة وهنعمل بمبار الضاني. البمبار ده انا نقعته في ميه وخل وملح وغسلته كويس، والكرشة دي اديتها نص سلقة كده عشان طبعا انتوا عارفين ريحتها بتبقى عاملة ازاي، ونضفتها كويس بالخل برضو ونقعتها بخل وليمون زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ننزل بالمقادير بقى بتاعت البمبار. هتبقى صلصة، وهتبقى عندي كزبرة وشبت وبقدونس وكزبرة تخديعة المحشي. تمام. وبهارات تبقى فلفل اسمر للكرشة، وشطة وشوية كمون للكرشة. وطبعا هنسلقها بشوربة عادية خالص. تعالوا مع بعض نعمل شوربة الكرشة. حطيت في الشوربة هنا روزماري وزعتر، وهحط فيها ورق لورو، وهحط فيها مستكة وحبهان. حطيت فيها مستكة وحبهان، حط عليها شوية قرفة، شوية بهارات لحمة، بس حبة حلوين يعني، شوية جنزبيل، ورشة من الكمون. دي شوربة الكرش يا جماعة اللي انا هسلق فيها الكرش. وهحط كده كمان شوية بصل صغيرين، واخد فص ثوم كبير عشان ريحة الكرش تمشي. وهقلب ده كله انتوا شايفين كده، وهبدأ اسقط الكرشة بتاعتي. سقطت الكرشة بتاعتي زي ما انتوا شايفين في الشوربة اللي انا عملتها. سيبها بقى تغلي بقى 3-4 غلوات كده. وريها لكم بقى. تعالوا مع بعض نعمل التغذية اللي احنا هنعمل بيها البمبار. نحط بقى عليها. تعالوا بقى نعمل مع بعض تغذية البمبار. حلة على النار، نزلت بقى بالزيت وزبدة، وانزل عليها بالبصل. ابدأ اشوح صلصة البمبار اللي هنحشي بيها لحد ما تدبل خالص. مش عايزة اشوف ملامح البصل نهائي، تستوي نهائي خالص يعني عشان البمبار ده صغير، الحاجات الكبيرة مش هتخش فيه. انا اضطر ان انا ادبلها على الاخر يعني، انا هاخد لون كمان. ارجع لكم بقى بعد ما تدبل. في المرحلة برضو الدبلان هنحط عليها الثوم. بس لو دبل خالص لسه كمان شوية. هنزل بقى على طول بالتومة. نزلت بالتومة اهي، بقى احمرها مع البصل. اهو انتوا شايفين كده. متنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو لو عجبكم. كومنت حلو ده اعمل ايه. اول ما اشم ريحة التوم هنزل بقى بالصلصة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. الصلصة دي برضه هاخد جزء منها احطه على الكرشة، جزء احمره وجزء اعمله بصلصة. الكرشة بتاعتي اهي بتغلي، انتوا شايفين كده اهي، ريحتها بدأت تتحسن. انا غليتها قبلها على فكرة 3 مرات ودلقت ميتها. تمام. عشان انا ما بكره ريحتها بصراحة، انا مبحبهاش. انا بعملها بس لوالدتي ووالدي، لكن انا عامة بحب البومبار ما بحبش الكرش. هنا حطيت فيها بابريكا ومرقة دجاج وفلفل اسمر وشوية شطة، واقلبهم بقى وبهارات لحمة. بس البابريكا غيرت لون الصلصة ازاي، حمرا وجميلة. بقى تتسبك وارجع لكم بقى واحنا بنحشي البومبار. بصوا يا حبايبي، الصلصة كده اتسبكت تبقى زي الفل. انا شلت منها شوية على جنب للبومبار زي ما انا قلت لكم. وهبدأ برضو احط بقى هنا
الخضرة تدبل شوية مع الحاجة دي، بس كده تدبل شوية برضو مع الصلصة، عشان مش عايزة الورق صحيح، عشان البمبار بتاع الضاني بيبقى صغير شوية متعب يعني. لكن لو بمبار كبير عادي متخليش الخضار بتاعك يدبل. انا هدبله بس شوية صغيرين، صلصة زي الفل اهي. تعالوا بقى ايه نحشي البمبار اهو. انا هنا سقطت الرز بتاعي، وهبدأ احشي بقى البمبار اهو. زي ما انتوا شايفين همسك واحدة واحدة وافتحها من هنا اهو كده اهو، وتحط ايدك كده اهو كده. انا مش عارفة اصور بايدي، مش عارفة اصور لان انا بايد واحدة، فانا هحشيه وارجع لكم.